يتراوح لحم الغنم ما بين 130 و 150 درهما للكيلوغرام الواحد، وثمن لحم البقر ما بين 90 إلى 110 درهما للكيلوغرام، وهو ما تعلن عنه لائحة أسعار اللحوم الحمراء هنا نواحي الدار البيضاء صبيحة اليوم. أسعار تعزى لأسباب متعددة كما يشرحها تجار بيع اللحوم الحمراء بالتقسيط. اللحوم ديال الغلمية ارتفعت هذه الايامات الاخرى ووصل 140 درهم، ما بين 140 درهم 150 درهم على حساب قرب العيد، عيد الاضحى. الكساب كيخلي الحول يخليه العيد موجود، ولكن راه تيتقام بالثمن، ما بقاش هذاك الثمن اللي باش كان يتقام بكري. كانت الشتاء، كاين الربيع، كانوا كسابه كثار، دابا الكسابه ولاو قلال. هذه الأسعار المرتفعة تثقل كاهل المواطن أمام ضعف ومحدودية قدرته الشرائية. مواطنون يشتكون من هذا المنحنى التصاعدي رغم الإجراءات العديدة المتخذة كدعم مربي الماشية ودعم الأعلاف ووفرة الكلاء، خاصة بعد التساقطات المطرية الأخيرة. منين العلف موجود، الرضيع موجود، وكل شيء موجود، شي يقوله واللحم غالي، لا ماشي معقول. بالنسبة للحم طالع، ولكن ما خرجش يكون غالي في هذه النسبة، ما خرجش يكون غالي بحكا. العلف موجود، الخير موجود، الحمد لله كل شيء موجود. ارتفاع يقول مهنيو القطاع يرتبط أساسا بتزايد الطلب، خاصة مع اقتراب عيد الأضحى الذي يشكل ذروة استهلاك اللحوم الحمراء سنويا، حيث أن أغلب الضيعات تقرر تخصيص قطيعها من الأغنام للعرض بمناسبة هذه الشعيرة التي تعرف ارتفاعا في أسعار الأضاحي الموجهة للاستهلاك خلال عيد الأضحى، كما أن كلفة الأعلاف لا تزال تشكل عاملا ضاغطا رغم تحسن الظروف المناخية، ما يدفع بالمربين إلى رفع أسعار البيع لتعويض التكاليف، الأمر الذي يساهم في استمرار منح الغلاء.